والاهم انك تبص في مرايه الصالون. انا ما عنديش مرايه في الصالون، انا المرايه حطيتها في الريسبشن. ده الضغط يا محمد، جبت لي المرض الله يخرب بيتك. هتنقذ حياتك لو عرفت ازاي تستخدم زرار الانتظار في عربيتك. زرار الانتظار في عربيتك مش استخدامه الوحيد لما تركن صف تاني وتنزل تجيب قصب بالبرتقال. لا طبعا مش ده استخدامه الوحيد، دي معلومه قديمه يعني. والله طب انت بتستخدمه في ايه؟ الزفه بشغله بيعمل معايا شغل عالي قوي. ولا اسكت هلا اسكت هلا. في حاله الانخفاض المفاجئ في سرعه الطريق قدامك، خصوصا لو على الطريق السريع، نور الفرامل مش كفايه لوحده انه ينبه اللي وراك انك هتقف وقوف تام. لازم تشغل انتظار فورا عشان تحمي ظهرك وتعرف الناس ان السكه وقفت. صدقني خطوه بسيطه بس هتنقذ حياتك بالمعنى الحرفي على الطريق. الحاله التانيه وانت بتركن او بتنزل حد قدام مبنى، بتعمل حاجتين: بتشغل الانتظار عشان تعلن رغبتك في الوقوف، والاهم انك تبص في مرايه الصالون. انا ما عنديش مرايه في الصالون، انا المرايه حطيتها في الريسبشن. ده الضغط يا محمد، جبت لي المرض الله يخرب بيتك. هتبص في مرايه الصالون يا قائد، ولو ما شفتش عجل العربيه اللي وراك في المرايه يبقى اللي وراك ده لازق فيك. لو وقفت فجاه هتنزل تدور على اكسدام خلفي وباب شنطه في الحرفيين، انت حر. لازم تشوف العربيه اللي وراك كامله بعجلها في المرايه، وقتها بس تحط رجلك على الفرامل وانت مطمن، بعد ما تكون شغلت زرار الانتظار طبعا. وبكده اكون عرفتك ثقافه التعامل مع زرار الانتظار واستخداماته، وعداني العيب. وانا محمد ابراهيم، مدير اكاديميه الاوائل لتعليم قياده السيارات، وبنتمنى لكم السلامه في طريقكم. سلام يا قائد.